الرحيم. اليوم راح نتكلم عن علبة مايونيز جودي. كثير من الناس يجهل محتويات هذه العلبة. تم وضع العلبة في الفريزر حتى تجمدت تماما. بعد كذا تم وضعها في الثلاجة العادية، والمفاجأة الأكبر شوفوا كمية الزيت. قبل ما نوريكم كمية الزيت، هذا تاريخ الصلاحية. شوف كمية الزيت الموجودة بعد ما راح مفعول الثلج، ما يقارب لتر من الزيت. وهذا المتبقي من محتويات المايونيز. هذا الزيت. أتمنى يوصل المقطع هذا لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع، حتى يعرف الكثير أضرار الزيت المتراكمة داخل هذه العلبة. وأتمنى لكم الصحة والعافية.